دي اكبر خطه خداع انا شفتها في حياتي. تعال احكي لك ازاي السنغال اثرت على المغرب عشان تضيع ضربه الجزاء. القصه بدات لما لعيبه المغرب بدات تضغط على الحكم عشان يرجع يشوف الفار عشان يحسب ضربه جزاء. رجع فعلا الحكم للفار وفعلا حسب ضربه جزاء، وهنا بدات الخناقات بين اللعيبه وبعضها في الملعب، وكمان الجمهور نزل وكسر الملعب زي ما كلكم شفتوا وبهدل الدنيا. لحد هنا انا شايف ان كل ده طبيعي ومفيش اي حاجه فيه متخططه، بس كل اللي جاي ده سيناريو كامل من الضغط من السنغال على المغرب. بدا بان اللعيبه بدات تطلع وتسيب الملعب وتنسحب، ولعيبه السنغال خدت وقت طويل جدا بره الملعب وفضلوا قاعدين فتره، ثم فجاه يرجع ساديو ماني يرجع كل اللعيبه تاني للملعب في حركه بطوليه. يروح ساديو ماني لمندي يقعد يتكلم معاه تقريبا من دقيقه لدقيقتين، كل ده ودياز واقف على ضربه الجزاء مستني اللحظه اللي هيشوط فيها. وفي اللحظه اللي كل حاجه بقت تمام وخلاص ودياز داخل يشوط ضربه الجزاء، رجع ماني ووقفه تاني ومندي ساب الجون وطلع وعطل ضربه الجزاء. كل ده ودياز واقف 20-25 دقيقه مرعوب وسط 80,000 واحد و40 مليون مغربي مستنيين ضربه الجزاء دي عشان تنجح خطه السنغال ويشوط دياز الكره بابشع واسوأ طريقه ممكنه وتتصد، وفي لحظه يتقلب الماتش من المغرب للسنغال ويجيبوا طلقه في الجول، وفي النهايه تنجح خطه السنغال الذكيه ويتوج السنغال باللقب الثاني.